واليوم غادي نشارك معكم حلوه ديال الرخامه، سهله بزاف في التحضير ديالها وفي المكونات كتجي رائعه وكتعطيكم كميه كثيره. بالنسبه للمكونات، نصف كيلو من الكاوكاو محمر اللي دهنته بشويه ديال الزيت ودرته في الفرن كيتحمر حتى كيولي بحال هكا. كنديروه في الهشوار وكنطحنوه، كنهرمشوه ما كنطحنوهش بزاف. ثم غادي نوضعوه في واحد الاناء، غادي نضيف عليه 100 غرام من البسكويت اللي طحنته مزيان مزيان، وغادي نجمع الخليط ديالي بالعسل. العسل كتضيفوها شويه بشويه، ما كتكثروش، غير بمجرد ما كتعلق العقده بهذا الشكل هذا. كناخذوها كنوضعوها ما بين جوج قطع ديال الورق ديال الطهي وكنسرحوها وكنحاولوا نضغطوا عليها مزيان ونقادوها مزيان صافي. وكناخذوا الشوكولاته السوداء 200 غرام ذوبتها في حمام مائي، كنوزعوها بحال هكا فوق من العقده ديالنا. وغادي ناخذ نفس الاناء اللي ذوبت فيه الشوكولاته السوداء، غادي ندير فيه الشوكولاته بالحليب وغادي نضيف عليها الشوكولاته البيضاء. كنبقى نضيف الشوكولاته البيضاء حتى كنتحصل على اللون اللي بغيت. صافي هنايا بعد ما دابت وضعتها على الجهه الثانيه، طبعا الجهه الثانيه كتكون نشفات صافي. وكنزينو بخطوط من الشوكولاته السوداء المذابه وكنديروا شكل ديال الملفاي، كنخليوها حتى كتنشف، كتبردش بزاف بزاف. مجرد ما كتنشف من الوجه ديالها كنبداو كنقطعوا فيها باش كتجينا هكا فينيه وسهله بزاف وبصحه والراحه. كتجي رائعه وحلوه اللي سهله وكتجي بنينه بزاف وكتعطي كميه كثيره وبصحه والراحه.